السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد. النهاردة الفراخ بتاعتنا الفيوم الروزي عمر 7 أيام. بسم الله ما شاء الله، زي ما انتم شايفين كده، الله أكبر. الفراخ ما شاء الله يومها ب10. عشان كده بقولك إن الفراخ دي تعتبر بديلة للفراخ البيضة، أرخص وأحسن بديل للفراخ البيضة. ما بتاكلش علف، مش هتحتاجي ان انت تحطي علف بشكل مستمر وتفضلي بقى تسحبي في العلف والكلام ده كله. انسي كل ده. الفراخ دي بسم الله ما شاء الله على فتافيت البيت هتتربى. انت مش محتاجة غير مكان، بس اهم حاجة يكون مقفل كويس علشان التدفئة، وكمان يكون سلك علشان خاطر الفراخ دي بتطير طبعا. فمش هينفع ان انا احطها في مكان مكشوف لانها هتفضل تخرج وهتتعبك. فانت محتاجة بوكس كده يكون مظبوط كويس، ويكون مثلا مقفل من جنبين وفي جنب سلك وفي فوق من فوق سلك. ده حلو قوي. مساحته ممكن تكون مثلا 70 في 120، 50 في 150، حسب العدد اللي انت هتحطيه فيهم. انا بجيب الفراخ دي عشان طعمها حلو جدا، واللي طعمها احلى منها وبرده تسمين زيها كده فراخ الجميزة. النهاردة هنأكل الفراخ دي أكل جميل جدا جدا ببلاش من البيت. بواقي أكل البيت كده، حاجة بسيطة قوي وحاجة جميلة. بس ما شاء الله هتدي للفراخ دي طاقة وحيوية، وتخلي جسمهم طري زي ما انت شايفة كده، كأنهم بياكلوا علف ليل ونهار. الفراخ دي النهاردة عمر 7 أيام زي ما قلتلك. طبعا بقى أول ما تبقى الفراخ عندنا عمر 7 أيام فخلاص احنا كده نعتبر خدنا البراءة. يعني ايه؟ يعني في حاجات كتيرة كانت ممنوعة هنقدر ان احنا نحطها في الفترة اللي جاية. زي ايه؟ زي الخميرة، زي الخل، زي الخضار. يعني دلوقتي انا اقدر اخرط ليهم اي خضار، فجل، جرجير، شبت، بقدونس، ايه تاني؟ قولي معايا. اللهم صل على سيدنا محمد. كرات. كل الحاجات دي عادي جدا 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 ان انت تحطيها للفراخ. خلاص مادام كملت 7 أيام. طيب بالنسبة لأكل البيت، أكل البيت هنعمله فيديو لوحده عشان الناس عندها مشكلة في موضوع أكل البيت مع الفراخ، وفي حاجات كتيرة بتحصل بتسبب مشاكل وأمراض الفراخ. في برضو حاجة مهمة عايزة أقولك عليها. أنا هقدر بقى مادام الفراخ بقى عندها 7 أيام أقدر أحط لهم خضار، بس بشرط إنه الخضار ده ما يكونش عليه بلل ولا عليه مية ولا عليه ندى خالص، يكون ناشف تماما ومفيهوش أي مية. في الحالة دي إن شاء الله الفراخ مش هيحصل لها حاجة. لكن لو انت حطيتي الخضار دوت وهو مثلا عليه ندى أو مبلول أو مغسول أو عليه مية، استقبلي بقى فيروسات، واستقبلي بقى أمراض، واستقبلي إسهالات، واستقبلي مشاكل كتيرة جدا. برضو في ناس كتيرة بتقول هل الخضار والبرسيم كمان حلو جدا هنقدر نحطه من عمر 7 أيام؟ طيب البرسيم والحاجات ديت والخضار هو ده اللي بيجيب الديدان للفراخ؟ لا طبعا، الكلام ده مش صحيح خالص. جميع أنواع الطيور طبيعي يجيب لها ديدان، ولازم لازم لازم أول ما تكمل عمر شهر لازم ندي شرب الديدان، سواء بتاكلي علف او ما بتاكليش علف. لان الفراخ دي في العاده بتاعتها انها بتنقر في الارض باستمرار، فده هو اللي بيعمل لها ديدان، مش نوعيه الاكل خالص. الاكل نحذر من الخضروات بس علشان خاطر ان هي تكون مبلوله، لان لو مبلوله بتبقى بيئه حلوه قوي لانتشار الفيروسات والبكتيريا والامراض والطفيلات والحاجات دي. فانت احسن حاجه ان الحاجه دي تكون ناشفه. يعني لو هتجيبي خضار يكون ناشف، هتحطي برسيم يكون ناشف. ناشف يعني معلهوش ميه، مش ناشف يعني متحمص في الشمس، معلهوش ميه، معلهوش بلل. تعالوا بقى النهارده نعمل ليهم وصفه جميله جدا جدا ورخيصه جدا، وهي دي الحاجات اللي هتخلي الفراخ معاكي ما شاء الله حلوه كده وعمرها يومها ب10. اول حاجه البطل بتاعنا اللي موجود في بيوتنا كلها، طبعا عيش بيبقى بايت، عيش فايض، عيش مش عارف ايه، المهم العيش جميل جدا جدا جدا. ده عيش بايت بنفركه كده، او لو انت عندك عيش ناشف ودشافي مدشة تقدري تقدميه للفراخ بقى عادي جدا، مفيش اي مشكلة. حطي لهم، ولو انت هو هينقروا فيه وهياكلوه مفيش فيه اي مشكلة خالص. طيب انت بقى مش عارفة تعملي العيش زي كده ولا عارفة تفركيه، ينفع تحطي عليه مية؟ هي ينفع بطريقة يعني تكون يعني تاخدي بالك قوي قوي انه ما يكونش المية دي كتير، يعني تحطيه في شوية مية بسيطة خالص بحيث يدوب يبقى طري يعرفوا ياكلوه. لان انا ضد اي حاجة مبلولة تتحط للفراخ حتى لو فراخ كبيرة. الحاجات المبلولة دي بتعمل انتفاخات وانتفاخ في الحصالة وبتعمل مشاكل كتيرة قوي. فيفضل دايما الاكل يكون ناشف معلهوش مية. طب انا حطيت عليه مية على العيش علشان خاطر الفراخ تاكله، نبدأ بقى ننشفه بأي حاجة تانية.
تنشفيه بشوية دقيق ذرة، تنشفيه بشوية علف، بحيث يمتص البلل اللي فيه، ومش عايزاه يبقى فيه بلل خالص، عايزاه يبقى يدوب بس كده ايه طري عشان الفراخ تاكله. ده لو انتي مش هتعرفي تفركي زي كده. عشان العيش ما يجلدش معاكي ويبقى ناشف، احسن حاجة ان انتي لما تطلعيه من التلاجة خليه ملفوف في كيس بره او في قطعة قماش. فكرة حلوة قوي النهاردة عايزة اوريها لكم وتعمليها. دي للزمن طبعا، كل اللي بيسمع نصايحي ما بيخسرش زي ما انتوا عارفين. ان اليومين دول يا جماعة البطاطس هجمة وما شاء الله رخيصة وحلوة. والله بنبسط لما بلاقي حاجة رخيصة في الايام البيضة اللي احنا فيها دي. الواحد بيفرح لما بيلاقي حاجة رخيصة كده. البطاطس اللي هي البايظة في التلاتة ب10، وفي كمان ب4 جنيه كبيرة شوية زي اللي انا جايباها دي. انا عايزة النهاردة اوريكي انا هخزنها ازاي. يعني انا جبتلي شوية. بصي مش هتكلفي نفسك كتير، يعني انا كل ما انزل السوق اجيب لي ب20 جنيه. كل ما تنزلي السوق هاتي ب10 جنيه، هاتي ب20 جنيه. ب10 جنيه النهاردة هجيب 2,5 كيلو، ما شاء الله حبة حلوين. طيب انا عايزه احتفظ بيها بقى عشان بعد كده اما اربي عندي فراخ بتاع هتغلى. انا والله ما خزنتها لبيتي لكن خزنتها للفراخ. هوريك النهارده ازاي تخزني البطاطس للفراخ عشان تفضل معاكي فتره طويله. وكمان ده بطاطا طبعا. طبعا البطاطس بالنسبه للفراخ برضو الفراخ كبرت معانا وبقى عندها 7 ايام، عادي بقى ان احنا نحطها ايه سليمه، مش يعني نيه، مش مسلوقه. في اول ما يبقى عندهم عمر 7 ايام مفيش مشكله خالص انها تكون نيه. مفيش ابسط ولا ارخص من كده زي ما انتوا شايفين. وهخزن معاكم حبه البطاطس اللي انا عيناهم دول او اللي انا جايباهم دول، هوريكي انا بخزنهم ازاي. يبقى انا كده حطينا عيش وبطاطس وبطاطا ودوت حبه بسيطه كده من العلف. هو ده ريح حبه العلف اللي بينوبهم الفراخ بتاعتنا. ولا هيعوزوا علف تاني، ولا هيعوزوا علف بالليل، ولا علف بالنهار. الوجبات دي تقدري تعمليها مره مرتين 3 بالنهار. يعني تعملي دي مره، تعملي اللي عملناها امبارح مره، تعملي اللي عملناها اول مره. طول النهار كده لو كل ما هتنوعي للفراخ بتاعتك كل ما تاكل معاكي وهتملي الحصاله بتاعتها. اهم حاجه الفراخ الصبح لما تصحى بدري تاكل كويس، وقبل ما تنام بالليل تتعشى كويس. الحاجتين دول بيخلوا الفراخ معاكي طريه وحلوه. ده بقى البنجر النهارده، يعني سر زياده الاوزان فعلا. وده اللي بيخلي برضو الفرخه الكتاكيت بتاعتك البلدي يومها ب10 بحاجه بسيطه جدا. يعني انا مش هعمل البتاع دي كلها، انا هعمل منها حبه صغيره خالص، عايزاهم لسه بس يتعودوا عليه. بس البنجر كاساس يعني كتاسيس الفرخ بتاعك رائع جدا. مش شرط ان انت تكوني بتاسسيه للبيض، ده البنجر فيه حديد وفيه فيتامينات وفيه حاجات كتيره جدا مهمه، بيغني عن العلف بمعنى الكلمه. مكون كده يعني حاجه. البتاعه دي انا جايباها ب2 جنيه، يعني بنجرايه دي انا جايباها ب2 جنيه. ما اقدرش اشوف البنجر قدامي وما اشتريهوش الصراحه. لما بجيب كميه كبيره ممكن يبوظ، لكن انا بنجريه واحده بتقعد معايا يومين، باكل منها الطيور كلها. زي ما انتوا شايفين كده، شايفين الكوكتيل اللي يفتح النفس ده حاجه عظمه. لسه بقى نكمل بقيه الحاجات، وكمان نخزن مع بعض البطاطس عشان البطاطس ديت عايزه تربي بقى اي طيور عليها هتربيها طول السنه. دول شويه من القرفه، مهمة جدا القرفة في العمر ده عشان خاطر الجو تقلبات الجو والبرد وكده. وشوية من الكمون المطحون، وشوية من الكزبرة المطحونة. 3 مكونات دول مهمين جدا جدا عشان زيادة الوزن. وده كمان حبة من القرنفل المطحون علشان الفرخ برضو يبقى طري ووزنه حلو معاكي، يعني يبقى فراخ كده ملظلظة، ما تكونش فراخ ناشفة. يعني انت عارفة الفرخ الناشف ده بيعقد الواحد ويجيب له اكتئاب. الاكل ده مع التنوع ده بيخلي الفراخ ما شاء الله تاكل اكتر وتبقى معاكي طريه وحلوه وتبسطك يعني. وعشان كمان الفراخ بتاعتنا برضو يعني تبقى عندها مناعه عاليه. دي من الحاجات اللي نقدر نحطها من اول فراخ ما تكمل. كمان ممكن من 5 ايام تحطي البصل ده. البصل ده جميل جدا، مفيش منه مشكله. يعني تقدري تحطي الفراخ من وهي عندها 5 ايام. بس انا بفضل دايما ان انا استنى لحد ما يبقوا عندهم 7 ايام. بصل وتوم. بعد كده بقى نعمل لهم خلطة البصل والثوم والخل والليمون على طول، لان دي اكتر خلطة. بس انا هوريها لكم بالتفصيل ان شاء الله فيديوهات جاية انا بعملها ازاي، لان بجد الخلطة دي والله العظيم والله بتفرق جدا مع الفراخ. على الاقل خالص لو مش هتعمليها كل يوم تعمليها ولو مرة او مرتين في الاسبوع،
هتلاقي الفرخ معاكي جميل كده وفايق ومصحصح وبيلعب ويجري ومنتشر في المكان ومبسوط، يعني تحس ان صحته حلوة، لان الخلطة دي بتقضي على الجراثيم والبكتيريا وبترفع المناعة، بجد حلوة جدا، ما ينفعش تربي من غيرها. هتوفر عليك كتير قوي ادوية ومشاكل وامراض. تعالوا بقى كده مع بعض، احنا كده الفيديو بتاع الفراخ خلص. عايزه اقول لكم بقى بنخزن البطاطس ديت ازاي عشان الناس اللي ما تعرفش. كرتونة حسب بقى كمية البطاطس. انا يعني كل ما تنزلي السوق كده تجيب 10 جنيه ب20 جنيه وترميهم، ب10 جنيه ب20 جنيه وترميهم، هتلاقي عندك دايما الاكل كتير جاهز للفراخ بتاعتك في اي وقت. اما اجي بقى ان شاء الله اما البطاطس دي تغلى واجي احط بطاطس، تطلع لي واحدة تقول لي حرام عليكي جايبة البطاطس غالية ليه واحنا مش لاقيينها. الناس اللي تنام وتصحى فجأة دي، والنبي الجماعة دول انا ما بحبهمش اصلا، ما ببقى يعني مستفزين اساسا، مش عارفه هما جايين من انهي كوكب. الرز اجيبه في موسمه رخيص واجي احطه تقول لك الرز انت حرام يا شيخ، انت اللي حرام عليكي، فوقي بقى، فوقي وصحصحي لحياتك كده شويه. بنحط البطاطس مفرقه عن بعضها، ما نخليهاش لازقه في بعضها، وبحيث الرمل يفصل ما بينها، تبقى كل واحده لوحدها. لما احط تراب عليها زي ما انتم شايفين كده، طبقه بطاطس وطبقه تراب، وخليها مفرقه عن بعضها عشان الرمل يفرق ما بينها. الطريقة دي تخلي البطاطس تقعد عندك سنة ان شاء الله، ما يجراش ليها اي حاجة ولا الهوا. الطريقة قديمة على فكرة جدا يعني. بتخلصي بقى كل الطبقات اللي عندك، كل الكمية. والله الحبة دول انا جايباهم ب10 شافوا ب15 جنيه، حاجة كده ببلاش يعني. فلوس النهاردة دي ما بقتش فلوس، 10 جنيه ولا 20 جنيه ما تعتبرش فلوس. ده كيلو العلب بقى ب27 جنيه، ربنا ينجينا. التراب ده خلص بقى، فجبت شوية رمل كده عشان اشوفه رخر هينفع يعني معاها ولا لا. فاضل بقى ايه، فاضل لي كمان طبقتين كده بشتري كمان شوية، وهكذا بقى. ممكن تعملي كرتونتين 3، تجيبي انت الكمية بقى، انت وامكانياتك وانت وقدراتك. بجد فكرة حلوة. اعملوها عشان الناس اللي متابعين اللي بيربوا ورايا، عشان هنجيب حاجات مخصوصة للبطاطس دي. ها، عارفين انتوا ايه اللي بيتربى بالبطاطس؟ لو مش عارفين هقول لكم بس لما اجيبه. ما تنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. شكرا والسلام عليكم.